كثير جدا انه انت وين قابلت دكتور عبد الله الطيب؟ السؤال ده كثير سئلتيه، لكن نساله برضه، انت سمعت الدكتور عبد الله الطيب بيتكلم على الاستعمار، بيتكلم على السودان، بيتكلم على الاستقلال؟ وين سمعتيه؟ ما هو ذاته أول ما قابلته هو شايفان إنجليزية خلاص استعمارية، حاجمني قال الناس قوم سووا كده وسووا كده وسووا كده هاجمك؟ وأنا بس عليه وعجبني منظر سنور بالذات وحبيته طوالي والكلام ده ما بهمني. لكن انت يعني سمعتيه بيتكلم عن الاستقلال، الكلام كان عجبك ولا عجبك شنو؟ لا ما عجبني الحماس بتاعه. ايوه أيوة. طيب. لكن الانجليز يعني انا ما I'm not ashamed of them. الانجليز عملوا حاجه كويسه في بلدي. شوف كانوا 60 سنه حاكمين البلد، قاعدين في كراسي بيقرا في الجرايد، ما في زول قتلوا، هم قتلوا زول. هل شوف ده الناس اللي قتلوا سودانيز كيلينج سودانيز الزمن ده ما كان فيه. لكن ما هو استعمار برضه. الاستعمار، لكن بمقابله من الناس لو ما كان راضيان ما كان يقام عليهم. هو هاجمك ليه دكتور عبد الله الطيب؟ نعم. هاجمك انت؟ لا هو لقى ما في ايده عشان يعني هم بيتكلم في الجرايد، لكن لما يلقى بني ادم قدامه لقى فرصه عشان يتفشى. يتفشى ويتفشى ولا ما تفشى؟ ما بهمني كثير. وموضوع ثاني دائما في معركه بيني وبين عبد الله عن المراه يسوي الراجل. مساواة المرأة والرجل. يقول المرأة لو فاس ما تقطع الراس. ما تقطع الراس. ولكن انا كنت بشجعه عشان يغير المنظر في طيب. ومرات بيشاورني في حاجه مهم. لما كتب المرشد هو كتبه قال هسه كتبت لي كتاب او شنو، وانا اعرف قلت له شوف اكبر اديب عربي في العالم وامشي له. شجعته عشان يقوم يمشي لطه حسين. فبعد كده لما سالني اي اسئله في شورى قلت انا ما بعرف. الفاس ما بتقطع الراس. بطريقه دي يعني. انتوا يعني في لقاء شهير لما قابلتوا الاستاذ طه حسين، دكتور طه حسين. أيوة ما شاء الله. في القاهره. والله ده راجل. كده احكي لي كيف كان اللقاء مع دكتور طه حسين؟ هو الاستاذ بتاع عبد الله في لندن بروفيسور جيوم كان بيختار عبد الله جدا، وهو كتب كتاب عن سيرة ابن هشام، وعبد الله ساعده في كتابته وهو تلميذه، هو شكر تلميذه في كتابه. فعبد الله كتب لي بروفيسور جيوم جاب لي جواب لطه حسين. دي الطريقة فتحت باب لطه حسين. للقاء طه حسين. ايوه مشينا القاهرة في الزمالك، عزمنا في بيته، مشينا قعدنا في بيته، بيت مليان كتب، طبعا هو مقفول لكن مليان كتب وسجاجيد عجمي، يعني حاجة فنية كده، والسكرتير بتاعه قبطي عشان هو بعدين يكتب مقدمة. فعمل مقابلة مع طه حسين كويس جدا جدا. أنا بتذكر كنت معه. تتذكر طه حسين قال له شو؟ أنا كنت معه. بعدين أنا سافرت بالبحر من بورسعيد لإنجلترا. اوكي. عبد الله قاعد قبله حسين عزمه شاي. لما مشى شاي مع حسين لقى كل الأدباء بتاع القاهرة موجود. وطه حسين قال له الشاب السوداني ده كتب له كتاب كلكم ما كتبتوا زيه. وأنا كنت في لندن، عبد الله كتب لي الكلام ده فرحان جدا.